كابتن سفيان رحيمي لاعب رائع، لاعب يحدث الفارق، لاعب يخض أي مهاجم، لاعب يدخل يربك ال18، لاعب عنده انطلاقات رائعة، مبدع فنيا، عنده حساسية عالية. سفيان انه يكون هداف دوري ابطال اسيا، انه يكون افضل لاعب في دوري ابطال اسيا، انه يكون واحد من اهم صناع لعب دوري ابطال اسيا، انه يكون واحد من اهم اللعيبه في الاولمبياد وافضل لاعب في الاولمبياد وهداف الاولمبياد. اخشى ان هو السنه دي ما يكونش افضل لاعب في افريقيا. ليه؟ افريقيا عندنا الامور محسومه للعيبه اللي بتلعب خارج القاره في اوروبا، وبالتالي هذا اللاعب اللي قدامنا على الصوره انا وجهه نظري سيظلم كثيرا اذا كان في افريقيا وفي اسيا اذا لم يكن على الستيج. النقطه الثالثه، المفروض كمان بما حققه مع نادي العين وهي بطوله قاريه انه يكون في الستيج في افضل لاعب في العالم، وليه لا ما يكونش ليه بالتوب 10. حتى كل ده مش مجامله لسفيان ولا مجامله لنادي العين، ولكن هذا اللاعب اللي قدامنا على الصوره فعلا يستحق ان يكون نموذج السنه اللي فاتت. إيريك زميل سفيان قال انا ما اعرف ليش سفيان مش مرشح للبالون دور.